السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض كباب الحلة بطريقة سهلة جدا. اول حاجة بصلتين في الكبة، معاها قرن فلفل اخضر، وهتفرميهم فرم ناعم خالص. في حلة على النار بقى هتحطي معلقة من السمنة وهتنزلي بيه عليها بالبصل والفلفل، تاخد تشويحة بسيطة كده، وهتنزلي بعدين بفصين من الثوم المفروم. وممكن تحطي الثوم ده مع البصل في الاول وتنزلي كله مع بعضه في الاول. هتحطي بقى القطع اللحمة اللي انتي مقطعاها تقطيع متوسط، مش صغير ومش كبير. هتاخد تشويحة كده مع البصل والثوم والفلفل لحد ما تنزل ميتها والبصل ينزل ميته، وكمان تشرب المية اللي نزلتها. يعني عايزة البصل ياخد لون الكرملة كده، او اللون من الوان الكرملة، متحرقهاش يعني، تاخد لون بني كده فاتح زي انت شايفاه كده بالظبط. هتبشري بقى طماطمايه وهتنزليها اللحمه بتاعتك. انا عايزاها هنا مبشوره مش معصوره، هي مبشوره، وتشيلي القشره بتاعتها ترميها. تمام. هتاخديها تقليبه كده، وهتنزلي بمج من الميه السخنه او الميه المغليه، يعني او تخلي اللحمه متغطيه كده بالميه. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتذكروا الله في التعليقات. بعد كده بقى تاخد غلوة مع المية بتاعتها، وبتحطي التوابل بتاعتها. التوابل عبارة عن كيس من الكنور، اللي هو البهارات ال11 ده، بتغنيكي عن اي بهار تاني ممكن تحطيه. في القرفة وفي جوز الطيب وفي بهارات اللحمة، تحفة بصراحة. هتحطي كيس من كنور ال11، بهارات ال11، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل، وبس كده. طبعا هتخليها تستوي على نار هادية خالص، وهتغطي الحلة لحد ما تستوي تماما معاكي. طبعا لو المية قلت هتزوديها مية سخنة او مية مغلية لحد تمام السوا. هسيبكم بقى مع الطعامة والجمال ده، وبألف هنا وشفا.